تخيل لو قفل باب بيتك بيتجرب عليه مليون مفتاح في الثانية الواحدة، أكيد في مفتاح هيفتح في الآخر. ده بالظبط اللي بيعمله الهاكر في حسابك بنوع هجوم شهير جدا اسمه البروت فورس أو القوة الغاشمة. الهاكر هنا مش ساحر، هو بس بيشغل برنامج كمبيوتر سريع ومخصص وظيفته يقعد يخمن ويجرب ملايين أو مليارات التركيبات من الحروف والأرقام في ثواني لحد ما يلقط الباسورد الصح. ولو باسوردك تقليدي وسهل زي من 1 ل6 أو اسمك وجنبه سنة ميلادك، فالبرنامج هيلقطه في ثواني، لأن الهاكرز بيبقوا مجهزين لستة كاملة فيها أشهر الباسوردات اللي البشر بيستخدموها في العالم. وغلطة قاتلة بيقع فيها مبرمجين وأصحاب مواقع كتير إنهم يسيبوا صفحة تسجيل الدخول من غير حد أقصى للمحاولات الغلط. الصح والآمن إنك تفعل الريت ليميتنج أو تستخدم أداة زي فيل تو بان على السيرفر عشان السيستم يقفل الحساب فورا بعد 3 أو 5 محاولات غلط. وبكده بتشيل حركة برنامج التخمين تماما. أما بالنسبة ليك كمستخدم فالحل بسيط، طول باسوردك ل 12 خانة على الأقل واخلطه بحروف كابيتال وسمول ورموز وأرقام، والأهم من كل ده فعل التحقيق الثنائي عشان يبقى عندك خط دفاع تاني على موبايلك. الخلاصة الباسورد الضعيف هو السجادة الحمراء اللي بتفرشها للهاكر عشان يدخل جهازك مستريح. اخبط لايك وسبسكرايب وابعت الفيديو ده فورا لصاحبك اللي عامل باسورد حسابه ضعيف عشان يلحق يغيره.